مفاجأة في قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة، وما مصير التابلت؟ هل يتم إلغاء التابلت في الثانوية العامة وإضافة مادة جديدة وهي مادة البرمجة؟ تابعونا. أعلن وزير التربية والتعليم الفني في مصر محمد عبد اللطيف استمرار التابلت في نظام الثانوية العامة الجديد. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الذكاء الاصطناعي أحد أوجه وأفرع مادة البرمجة والتي ستدرس قريبا. وأضاف الوزير أن المجتمع شهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا خلال العقود الأخيرة، وانعكس ذلك على طبيعة أسواق العمل ومتطلباتها بشكل كبير. من جهة أخرى، أعلن وزير التربية والتعليم خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد لعام 2024-2025 والذي سينطلق في 21 سبتمبر. طبعا اتكلمت في الفيديو اللي قبل كده عن المواد اللي هتعتبر من المواد اللي غير مضافة للمجموع زي اللغة الأجنبية التانية والفلسفة وعلم النفس، وطبعا أدمج بعض المواد زي المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء والأحياء. اتكلمت عن ده كله في الفيديو اللي قبل كده.